السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ معاكم أبو عيسى من قناة سر الطبيعة. النهاردة جاي أتكلم عن عشبة كلنا بنستخدمها في المطبخ، لكن محدش بيكلمنا عن أسرارها الجمالية والصحية. ضيف حلقتنا النهاردة هو عشبة الزعتر. يلا بينا نكتشف إيه فوائده. الزعتر زمان كانوا بيستخدموه في علاج الجروح، كان بيغلوه ويستنشقوه عشان يحل مشاكل الجهاز الهضمي الجهاز التنفسي، منها ان هو بيدوب البلغم او بيزيل البلغم وبيساعد ان هو يعلي كفاءة الجهاز التنفسي. لكن اللي يهمنا ايه فوائد الزعتر للشعر وللبشرة. فوائد الزعتر للشعر: بيعزز الدورة الدموية في فروة الراس، وبيقلل القشرة، وبيقوي البصيلات وبيمنع التصاقط. طريقة ان احنا ازاي نستخدمه للشعر: احنا بنغلي الزعتر وبنسيبه يبرد، وبعد كده بغسل شعري بالمية دي مرتين بس في الاسبوع. النتيجة هتلاقيها مختلفة تماما من حيث نظافة فروة الراس، القشرة هتقل جدا، هتلاقي ان الشعر بينمو زيادة او ان هو بيبقى كثيف اكتر، وبيقلل التساقط بتاعه. طيب بالنسبة للبشرة، هو ليه فوائد كتيرة، من ضمنها ان هو مضاد للأكسدة طبيعي وغني جدا بمضادات الأكسدة. بيعالج حب الشباب، وبالذات حب الشباب اللي بيبقى مصاحب معاه بكتيريا. بيقلل التجاعيد وبيشد البشرة، فبالتالي بيضيع الخطوط الرفيعة اللي بتظهر مع تقدم السن. بنستخدمه ازاي؟ بنعمل ماسك طبيعي، ان احنا بنجيب زعتر مطحون ونحط عليه معلقة عسل، ونحط عليه نقطة ليمون، وبنفرده على البشرة وبنسيبه لمدة 10 دقايق، وبعد كده بنغسله. الفوائد الصحية بتاعته التانية إن هو بيقوي المناعة جدا، بيعلي المناعة، ومفيد جدا للهضم، وبيساعدك على الاسترخاء ومقاومة التوتر، وفي نفس الوقت بيعلي كفاءة الجهاز التنفسي. يعني الزعتر المفروض إن إحنا نستخدمه في حياتنا كروتين ثابت يوميا. ده كان جزء بسيط من أسرار الزعتر اللي محدش كلمك عليها قبل كده. موجودة حوالينا، بنستخدمه في الأكل بس، رغم إن هو فوائده كتير جدا للبشرة وللشعر وللصحة عموما. جربوا الوصفات وشاركوني بنتائجها معاكم، واستنى تعليقاتكم وكومنتات، وما ننساش نعمل لايك وشير ونشترك في قناة سر الطبيعة مع أبو عيسى. ويا ريت تفيدوا زمايلكم أو صحابكم اللي بيحبوا الميل أو العلاج بالأعشاب الطبيعية بدعم الكيماويات. سلام عليكم.